الشهوات. لقد أعد الله للمؤمنين المتقين المخلصين لله رب العالمين، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى في ذلك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآية من سورة الحديد، الآية الأولى من سورة آل عمران، والآية الثانية من سورة الحديد. أيها السادة والسيدات، والجنة التي أعدها الله للمتقين المؤمنين المتقين المخلصين لله رب العالمين جزاء لهم على إيمانهم وعملهم الصالح لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. والجنة كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات، الجنة درجات، وما أدراك ما تلك الدرجات، ولها أسماء ذكرها القرآن الكريم. ومن أسمائها ما يلي: تسمى دار السلام، قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وتسمى أيضا دار المقامة، قال الله تعالى حكاية عن أهلها: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وتسمى أيضا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وتسمى أيضا دار الحيوان، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وتسمى الفردوس، وما أدراك ما الفردوس، قال الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلني وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم ارزقني وإياكم الفردوس الأعلى، أعلاها درجة في الجنة. وتسمى أيضا المقام الأمين، قال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. وتسمى أيضا جنات النعيم، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وتسمى أيضا مقعد صدق، قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أيها السادة والسيدات، هذه هي أسماء الجنة التي أعد الله للمتقين، أعدها الله للمتقين المخلصين لله رب العالمين. اللهم لا تحرمني وإياكم من دخولها، اللهم لا تحرمني وإياكم من دخولها.